السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. غنشارك معكم واحد الكيكه. غادي نبداو بالمقادير. عندي هنايا النخاله، كاس ديال النخاله، كاس ديال الزبيب، كاس ديال التمر، كاس ديال اللوز، حك ديال دانون فاني، ساشيه ديال فاني، جوج خمارات حمر، 3 البيضات، الطحين على حسب هذا الخليط هذا. الزيت غندير نص كاس ديال زيت الزيتون، حقاش هاد الكيكه غتكون صحيه ما فيهاش الطحين بزاف. غندير غير نص كاس ديال زيت الزيتون، لحقاش غندير في داك المقله الصغير هو اللي غادي ندير به. بالنسبه للمقله عندي هاد المقله هذا الصغير ماشي الكبير ديال الحرشه. غندهنو بشويه ديال الزبده، بقاش ندهنو هو الاول باش نديرو في الكونجيلاتور يجمد. الزبده حتى هي زبده بلديه. هاد الكيكه غتكون صحيه فيهاش زعما شي حاجه زوينه. دقتها عند واحد الاخت من العائله، صايبتها لنا عجباتني، قلت لها عطي لي المقادير نصايبها حتى انايا ان شاء الله. هي ما كتطلعش داكشي علاش كنديرها في هاد المقله ديال الثقيله ديال الحرشه الصغيره. هذه صغر من هذيك الكبيره ديال اللي كتهز كيلو الا ربع ديال السميد. هذه كتهزها شويه. بعد ما دهنتها غندير عليها شويه ديال الفرص باش يجمد معاها. ملي نديرها في الكونجيلاتور حتى داك الفرص يجمد ما تلصقليش وصافي الكيكه في القاع ديال المقله. لما درتلاش هكا راه ما ندوز لها تاع الجوانب باش ما يلصقوا. ها هي تلبست كلها. نديرها على الفوطه باش ما دير ليا الصداع. ها هي ولات ملبسه ما فيهاش داك طحين لاصق. دابا غنبدا نهرمش هاد اللوز وهذا التمر وهاد الزبيب، كلشي غنهرمشهم في الهاشوار باش ما ندير الصداع. غادي نصايبهم. بعد ما تهرمش هذاك اللوز تهرمش على هذا الشكل هذا، غادي نزيد الزبيب. غندير حتى هو الزبيب نهرمشو. بعد ما هرمشت هذاك الزبيب حتى هو غنزيد حتى التمر حتى هو غنديرو يتهرمش. التمر من الاحسن يكون ديك التمر القاصح، انا ما لقيتوش، لقيت غير هذا شويه رطب شويه. هذاك القاصح كيجي مهرمش زوين. المهم معليش هذا هو اللي متوفر عندي. غادي نديرو حتى هو نهرمشو مع هذاك اللوز والزبيب. انا ما بغيتوش يبقى باين، موالفه كنقطعوه بالموس باش كيجي الاخر ديالو باين، الطروفه ديالو باينين. دابا بغيتو شويه يتهرمش حقاش ما غاديش ندير الطحين بزاف، نديرها شي على حسب الخليط كيتخلط ليا ما يبقاش مطلوقه وصافي العجينه مطلوقه. دابا قلنا هاد الكاس ديال التمر حتى هو غنديرو. ما غاديش ندير السكر، هذا هو نكتفي غير بالحلاوه ديال الزبيب وديال التمر. هادشي اللي غادي ندير. صافي انا درت هذاك الكاس ديال التمر كله
يلا واحد الحبه اللي خرجت شويه ماشي هي هذيك حيدتها، لحقاش المقله عندي صغير. غادي نزيد هاد الكاس ديال النخاله باش ما يتعجليش هذاك التمر. غنعاود نزيد واحد الكاس واحد اخر ديال النخاله. دابا بعد ما هرمشتهم، لحقاش الزبيب ما دوزاتوليش الهشوار، ما عرفت علاش حتى الاخر عاد دوزات ليا هادشي. جا مهرمش بحال هكا، لان راه زدت كاس ديال النخاله باش ما يتعجليش هذاك التمر. جا بحال هكا مهرمش مزيون هكا كله. دابا التمر وكاوكاو والزبيب كلشي ولا مهرمش. دابا غندير الخليط هذا، غنكتفي به هنايا وغادي ندير الخليط. غادي ندير كلشي هنايا في الخلاط. نخوي هذاك الزيت، داك نص كاس ديال الزيت، هذا زيت الزيتون. هاد الكيكه غتكون صحيه 100%. وغندير البيض، غادي ندير هذاك الفاني حتى هو سكر فاني باش يذوب مع البيض والزيت وداك الشيء. غادي ندير شويه د الملحه، غندير هذا دانون، دابا بعد ما طحنت هذاك الخليط غنخويه كله هنايا. هنا البيض والزيت وهذاك دانون صافي الفاني. دابا غنخويه هنايا ونزيد هذا الخليط هذا. دابا غنبدا نضيف هذا الشيء شويه بشويه ونخلط هذا الشيء هذا. الا جاني الحساب هو هذاك لان انا اول مره غنديرها، جاني الحساب هو هذاك صافي. ما جاش غادي نزيد شويه ديال الدقيق. ما غاديش ندير فيها كاع الدقيق، نكتفي غير بهذا الشيء. بقاش انا قلت ربما تجي مطلوقه، غنزيد لها شويه ديال الدقيق. الدقيق هذا ما غاديش نديرو، غندير دابا غير الخماعه. غندير هاد 2 خمارات وصافي. ديالك هذاك دابا هذه فيها غير النخاله، 2 كيسان ديال النخاله، كاس ديال التمر وكاس ديال اللوز وكاس ديال الزبيب. دابا المقله كان عندي في الكونجيلاتور، بعد ما جمدات فيه هذيك الزبده. غادي ندير فيه هذا الاخر الخليط. انا نعاود نقول لكم، راه اول مره كندير هاد الكيكه، راه ما فايتاش دايرها من قبل. فايته دايرها ديال راها عندي في القناه، دايرها ديال الكوكو، حتى هي فيها الزبيب والتمر والكركاع والقيلان. بقيتش عاقله شنو درت فيها،
لاني ماشي هكا، ماشي هاد بهاد الطريقه هادي بوحدها. دابا غنحاول نضربها غير هكا مع البوطاجي باش تشد هذيك الفورمه ديالها، باش ما تبقاش مقبزه، يعني جهه فيها وجهه لا. دابا غنديرها في الفران، نشعل عليها العافيه بحال الكيكه، غادي نشعل عليها العافيه غير من التحت ودرجه الحراره 160 ونديرها طيب. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه، هو هذا. دابا غنزينها، نشوف نزينها بالشكلاط ولا نزينها بشي حاجه. دابا عندي الشكلاط عندي موفر في الدار، غير هذا الشيء اللي كنصايب به الحلوه وكيبقى لي الشكلاط البيض، وغنزيد عليه هذا الشيء هذا. ندوب هذا الشكلاط باش غادي نزين هذا الكيكه. دابا انا درت لها الشكلاط، هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالي اللي صايبتها بالتمر واللوز والكركاع والنخاله، جات تبارك الله غزاله. جات بحال هكا زوينه، ما نقول لكم كيفاش جات. ها هي جات فتيه، هذيك النخاله جابتها زوينه. هاد الكيكه ما فيهاش الفرص يعني الدقيق، وما فيهاش الزيت الروميه، وما فيهاش السكر، يعني صحيه. جات غزاله ما نقول لكمش عليها. راني ذقت منها شويه غزاله، واحد الحلاوه ديال التمر والزبيب فنه، ما نقول لكمش عليها. هاد الكيكه فنه.